اهلا بيكم من جديد في Egyptian Nerds. بسيم هنا بكمل سلسله الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن sexually transmitted diseases او الامراض التي تنتقل عن طريق الجنس، واللي بداتها في الفيديو اللي فات. النهارده هتكلم عن الكبير ال HIV او الايدز. استعدوا ان انتوا تعرفوا معلومات جديده عن الايدز او تغيروا مفاهيم كانت عندكم بخصوص مرض الايدز. مرض الايدز زي امراض كتير جدا بيسببوا فيروس. الفيروسات يا جماعه اصغر حاجه بتمتلك DNA او RNA، ودي الحاله اللي موجوده في ال HIV او الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس، والمسبب لمرض الايدز. زي ما قلنا قبل كده ال DNA هو شفره تكوين الكائنات الحيه اللي موجوده على الكوكب الجميل اللي احنا فيه ده، شفره عالميه بتكون كل الكائنات الحيه بما فيها احنا. جزء من الشفره دي اللي هو بنسميه الجين بيتقري عن طريق انزيمات معينه، وبيتعمل منه نسخه اسمها ال mRNA. النسخه دي بترجع تتقري تاني وبيتعمل منها بروتينات. البروتينات دي هي اللي بتعمل كل العمليات الحيويه اللي بيقوم بيها جسمنا. الفيروس بيكون خطته لما بيخش الخليه ان هو يربط نفسه في ال DNA بتاع الخليه الكائن اللي هيبرشط عنه، وكل ما الخليه دي تنقسم او تعمل نسخه من الدي ان ايه بتاعها، الفيروس بيتكاثر وبيزيد وبينتشر في خلايا اكتر من الجسم، ودي بتكون خطتهم. ولو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت ده اللي خلانا 2% من شفره تكويننا فيروسات. شوفوا الفيديوهات اللي فاتت بقى. طب في حاله الفيروسات اللي بيكون شفره تكوينها RNA مش DNA، زي الحاله في فيروس ال HIV، يعمل ايه الفيروس؟ صح، يحول نفسه DNA. فيروس ال HIV لما بيخش الخليه بيخش معاه انزيمات بتحول من ال RNA الفيروسي نسخه DNA، ونسخه DNA دي بترتبط بال DNA بتاع خليه العائل، وبتفضل بشكل كامن او ليتنت لحد ما الجسم يقعد يكتر منها كانها جزء اساسي من شفرته. فيروس ال HIV بيستهدف خلايا اسمها التي سيلز، ودي نوع من خلايا الدم البيضاء. شوف البجاحه يا اخي، بقى خلايا الدم البيضاء اللي هي مسؤوله ان هي تحمي الجسم من الاجسام الغريبه واللي من ضمنها طبعا الفيروسات هو بيستهدفها. بس ال HIV حويط، بيخدع خلايا التي سيلز وما بيخليهاش تكتشف ان هو جسم غريب، وبيخش جوه الخليه ويربط نفسه بالدي ان ايه بتاعها، والخليه بتعتبره جزء اساسي منها وبتبدا تعمل منه نسخ كتير جدا. ممكن توصل عدد النسخ دي ل10 مليار نسخة فيروس في اليوم الواحد. ولما بيزيد أعداد فيروس ال HIV بتروح وبتهاجم خلايا تانية لحد ما تبدأ الخلايا دي تموت ونوصل لمرحلة الإيدز. من أول ما الإنسان بيصاب بفيروس ال HIV بيفضل الفيروس جوه خلاياه بشكل كامل أو ليتنت وما بيظهرش أي أعراض لفترة ممكن توصل ل8 سنين. في الفترة دي بيبدأ الفيروس يعدي خلايا تي سيلز اكتر، وفي الاخر بيموت خلايا تي سيلز. ولما بيقل عدد خلايا تي سيلز عن 200 خليه لكل مليمتر من الدم، ده بنسميه acquired immunodeficiency syndrome AIDS او متلازمه نقص المناعه المكتسبه. في الحالة دي بيكون جهاز المناعة عند الإنسان ضعيف جدا، وبتكون العدوى البسيطة اللي بالنسبة للإنسان الطبيعي ممكن تكون مميتة بالنسبة لمصاب الإيدز. الإيدز مش بيقتل الإنسان، الأمراض اللي بتيجي بسبب نقص المناعة هي اللي ممكن تقتل الإنسان. طب إيه هي طرق الإصابة بفيروس ال HIV؟ فيروس ال HIV ممكن يوصل للجسم عن طريق واحد من السوائل الفسيولوجية دي: الدم، السائل المنوي، سوائل المهبل او لبن الام. يعني الايدز كده ممكن ينتقل عن طريق الحقن لو استخدمت اكتر من مره، او عن طريق نقل دم من شخص مصاب، او عن طريق بعض ابر الوشم، او طبعا عن طريق الجنس، وممكن كمان ينتقل من الام المصابه الى جنينها. ال HIV مش ممكن ابدا ان هو ينتقل عن طريق السلام او التعامل مع شخص مصاب او حتى تقبيله، فما تخافوش من المصابين بال HIV. طيب الفيديو ده فيه الجديد وكمان القديم، لان انا هحكي لكم كيف بدأ الخلق، قصدي كيف بدأ الايدز. بداية ظهور الايدز كان في 1920 في مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. في الوقت ده كان الصيادين بيصطادوا الشمبانزيز، وكان منتشر في الشمبانزيز ساعتها مرض اسمه سيميون اميونوديفيشنسي فيروس او SIV. والله الدكاترة دول بيحبوا اختصارات قوي. تعرض الصيادين المستمر لدم الشمبانزيز ادى الى انتقال المرض ده ليهم وظهور الهيومن اميونوديفيشنسي فيروس او ال HIV، ودي هي قصة ال HIV.
المرض زي ما قلنا ظهر في افريقيا وبدأ ينتشر من افريقيا لدول العالم كلها. وبعد ظهور المرض وانتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية في 1970 تجاهلت الحكومة وجوده تماما ورفضوا الحديث عنه بأي شكل من الأشكال، وده كان لأن أغلب المصابين بالمرض ده كان من المثليين جنسيا ومدمني المخدرات. وما كانش غير بعد 8 سنين من انتشار المرض وموت 20,000 شخص بسببه بدأت الحكومة تتكلم عنه وتدور له على علاج. قارة أفريقيا هي أكثر قارات العالم من حيث انتشار فيروس ال HIV وعدد المصابين بالإيدز، وطبعا مصر من ضمن البلاد اللي فيها عدد لا يستهان به من المحاربين لمرض نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. طب هل المرض ده له علاج؟ يعني بغض النظر عن جهاز الكفتة، في فعليا واحد على الكرة الأرضية دي كلها، واحد بس كان عنده الإيدز وراح الحمد لله. تقريبا 1% من الناس على الأرض عندهم طفرة جينية جوه خلاياهم بتخلي خلايا التي سيلز بتاعتهم محصنة ضد الإصابة بفيروس ال HIV. وبنقل نخاع عظمي من شخص متبرع عنده الطفرة دي لمريض ايدز قدر ان هو يشفى تماما من مرض الايدز ويختفي ظهور ال HIV في كل خلاياه تماما. بس طبعا من الواضح ان طريقه العلاج دي مش منتشره، يبقى ايه هي الحلول التانيه؟ مرض الايدز ما بقاش زي زمان، يعني في ناس كتير دلوقتي بتتعايش مع مرض الايدز وبيعيشوا معاه لفترات كتيره ممكن تعدي ال10 سنين واكتر من كده وهم مصابين بالايدز، وده لان في ادويه دلوقتي منتشره بتقلل فرصة الإصابة بعدوى ممكن تكون مميتة لمرضى الإيدز. كمان في أدوية تانية بتمنع تحول ال RNA الفيروسي ل DNA، وبده بتقلل جدا انتشار الفيروس ال HIV. في أنواع أدوية تانية اسمها برو اكسبوجر بروفيلاكسز أو بريب، والأدوية دي بياخدوها الأشخاص اللي عندهم ريسك كبير إن هم يصابوا بال HIV عشان تمنع إصابتهم بال HIV. وكمان في انواع تانية اسمها PEP او Post Exposure Prophylaxis، واللي ممكن تتاخد لحد بعد 3 ايام من الاصابة بفيروس ال HIV وتمنع انتشاره في الجسم. وعشان ما يجيلكش الفيروس من الاساس، وكلنا عارفين ان الوقاية خير من العلاج، انت ممكن تاخد احتياطاتك، وده عن طريق استخدام الواقي او الكندم، وعدم استخدام الحقن اكتر من مرة، وعدم تبادل الحقن مع اي شخص ابدا. كمان ممكن تفحص نفسك كل فترة ضد فيروس الإيدز عشان التشخيص السريع للمرض بيساعد كتير جدا في فعالية العلاج. بالنسبة للأمهات المصابة بفيروس الإيدز ممكن يقللوا احتمالية نقله للجنين بتاعهم عن طريق إن هم يقوموا بعملية الولادة القيصرية بدل الولادة الطبيعية، وإن هم ما يرضعوش ولادهم ويستخدموا الألبان المصنعة. أخيرا وزي ما قلت قبل كده، المرض مش جريمة ولا عقاب، المرض شيء طبيعي بيحصل لكل الكائنات الحية. ناس كتير وانا واحد منهم وجهوا حياتهم في مجال الهيلث كير عشان يخففوا عن المرضى ويساعدوهم ان هم يحاربوا المرض. فايا كان المريض وايا كان مرضه ما تبقاش انت والمرض عليه. شكرا جدا على مشاهدتكم للفيديو وعلى نشركم ليه عشان يوصل للناس اكتر ويعرفهم اكتر عن مرض الايدز وعن فيروس ال HIV. تواصلوا معانا واكتبوا لنا لو عايزين نتكلم عن اي موضوع شاغلكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم الفيديوهات بتاعتنا اول باول. And always remember it's okay to be alert.